السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. خارجين من رمضان، تعبنا طول الشهر من التفكير في الاكل وعمايل الاكل، وكل يوم بنطبخ طبخه جديده. النهارده عايزين نعمل حاجه بسيطه وخفيفه وسريعه، تاخدش لا وقت ولا تكاليف. يلا بينا ان شاء الله نعمل اكله لذيذه من اكلاتنا الشعبيه اللي تفتح النفس. فكرت نعمل مع بعض البصاره بطريقتي الخاصه. يلا بينا نشوف هنحتاج ايه ونسمي الله ونبدا على طول. هنحتاج ربع كيلو من الفول المدشوش، هنغسله كويس وننقعه لمدة ساعتين ونصفيه. نحط في الحلة عليه بصلتين متقطعين ارباع وكام فص توم. هنزود عليهم ميه مغليه لحد ما نغطي الفول ونعدي كمان فوقه ب2 سنتي. هنسيبهم على نار وسط لحد ما ياخدوا كده 3/4 سوا، تقريبا تلت ساعه نص ساعه ل5 دقايق. وبعد كده هحط حزمتين من الكزبره الخضراء متقطعين ومغسولين كويس. وما حطيتش هنا الكزبره الخضراء من الاول عشان احافظ على اللون الاخضر. هسيب البصاره تاخد لها غلوتين كمان، وبعد كده هدخل بالهاند بلندر هضرب البصاره كويس لحد ما انعمها خالص. لو مش موجود الهاند بلندر هسيب البصاره لحد ما تبرد خالص وتهدى، وبعد كده هحطها في الخلاط واضربها لحد ما انعمها. بعد كده بملحها وبحط لها شويه بهارات بسيطه، كزبره ناشفه، شويه شطه، باكل من مرقه الدجاج الفوريه، وصدقوني بتفرق كتير معاها في الطعم. كده خلاص البصاره بقت جاهزه. ودي البصلايه اللي هحمرها واحطها على وش البصاره. بصلايه كده وسط مقطعه جوانح، حطيت عليها رشه ملح ومعلقه كبيره نصها دقيق ونصها نشا، هدعكها كويس وهنزلها كده في شويه زيت هحمرها. اول ما تاخد اللون البني الفاتح الجميل ده هبتدي اطلعها، وفي نفس الزيت هننزل بصلايه تانية متقطعه رفيع خالص او مبشوره، هحمرها لحد ما تاخد لون ذهبي كده فاتح. بعدين هنزل عليها معلقه صغيره من الثوم المفروم وكمان معلقه كزبره ناشفه، هشوح كله. ودي الطشه اللي هنزلها على البصاره. هقلب البصاره كويس وده القوام المظبوط بتاعها. وفي اطباق الغرف هبتدي اغرفها. ريحتها تحفه وطبعا طعمها لذيذ جدا وطريقتها سهله زي ما انتوا شفتوا كده. هزينها من على الوش بالبصل اللي احنا حمرناه جنب عيش بلدي بقى سخن ومخلل، وممكن كمان بصل اخضر، وبالهنا والشفا. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا ليكم، سلام عليكم.